أيها المؤمنون، إن أعطينا ضريبة ولائنا فهذا فخر لنا وهذه نعمة علينا. واليوم الجمهورية الإسلامية تعطي ضريبة الولاء. اعلموا بذلك أن هذه حقيقة أنقلها لكم. اليوم العالم متكالب لا ضد الجمهورية الإسلامية بل ضد الفضيلة وضد الإنسانية. فاليوم أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف. أنتم تعلمون اليوم في أوروبا أصبحت المثلية فضيلة، ويجبرون الأبناء والبنات على الاعتراف بحق المثلية، وإن خالفت ذلك فأنت إنسان رجعي وإنسان خلاف حقوق الإنسان وأمثال ذلك. فلذلك الحديث الشريف الذي قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. اليوم التعري فضيلة، والفحشاء فضيلة، والرقص فضيلة ومدنية وحضارة وتقدم. فتلاحظون ما الذي يحدث في أرض الحجاز اليوم، ويطبلون ويزمر الغرب لهم ويصفق لهم. لذلك من أجل قلب الصورة، قلب الحقائق، فأيها المؤمنون لا تأخذنا في الله لومة لائم، فعلينا أن نصبر وعلينا أن نصمد وعلينا أن نقاوم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثبتوا صمدوا من دون أن تزعزعهم هذه الأبواق. فإذن اليوم هي حرب على الفضيلة وحرب على الإنسانية. وأنا بما أني كما تعلمون أعيش غالبا في تلك المناطق وفي تلك البلاد، فهنالك الكثير من القيود يضعونها علينا. إذا أردت أن تفتح مركز مجون وفسق وفجور ربما ما تكلفك يعني فترة زمنية إلا أيام بسيطة، ولكن إذا أردت أن تفتح مركز يدعو إلى الفضيلة فتجد العقبات. 3 سنين ونحن نطلب إذنا لفتح مدرسة أكاديمية بمناهجهم لا بمناهجنا، لكن يعلمون بما أن الإدارة بأيدينا فهنالك عقبات وعقبات وعقبات. الدولة التركية في ألمانيا طلبت فتح مدرسة أكاديمية ألمانية ولكن بصفة إسلامية. أنتم تعرفون الإسلامية في يعني تركيا ما المقصود منها؟ الازدواجية، يعني ظاهر إسلامي. لكن 12 سنة صار يعني أخذ منهم وقت 12 سنة حتى أذنوا لهم، فكيف بنا نحن؟ تتصورون يعني الأمر بهذه البساطة؟ فأعزائي، هنالك ضريبة لا بد وأن نتحملها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تريد حب علي بن أبي طالب، ولاية أمير المؤمنين، يعني ولاية فكر علي بن أبي طالب، ولاية مو المقصود فقط الاسم، وإنما ثقافة أمير المؤمنين، ثقافة مدرسة أهل البيت أن تحكم كل أبعاد حياتنا، لا فقط في الحسينيات وفقط في المناسبات. يجب أن تكون علويا في بيتك، في قيامك وجلوسك وأكلك وشربك وفي كل نفس تتنفسه، لا أن نحصر ثقافة أهل البيت في عاشوراء أو في بعض المناسبات فقط، وإنما الدين وهذه الثقافة التي أرادها الله لنا أن تكون في كل بعد من أبعاد حياتنا. وبهذا الشكل يمكن أن ندعي أننا علويين، أننا موالين. أما أن نكون في الحسينية علويين وحسينيين ولطامين وخدم وإلى آخره، لكن في بيوتنا سوء الخلق
يعلون وأنتم تعلمون، والحمد لله مجالسنا خالية من الجنس الثاني. حتى لا يقول أبو حسن سيدنا لا تحشاي تخرب لنا الشغلة. ورد في الحديث من جملة أسباب عذاب القبر وعذاب البرزخ مضمون الرواية 10 أشياء، من جملتها من دخل على عياله عبوسا. فمن منا يستطيع أن يقول أنا ولا مرة دخلت إلى بيتي عبوس؟ من دخل على عياله عبوسا، يعني أن تكون أخلاقنا بكل بعد من أبعادها أن تكون علوية، أن تكون حسينية متطابقة مع تعاليم مدرسة أهل البيت. تمشي يجب أن تمشي كما قالوا، تجلس كما قالوا، تقوم كما قالوا، تنام كما قالوا، وإلا نمدح ولا نعمل. هنالك الكثير ممن مدح، فذلك من تعرفونه وهو ابن أبي الحديد المعتزلي. انظروا لمديحه لعلي، والوقت لا يسع لأن أذكر ما قاله. قال يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع. هذا سني معتزلي. حتى يقول فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع. فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع. حتى يقول إشارة للآية التي ذكرتها كما ورد في التفسير: هذه الأمانة لا يقوم بحملها خلقاء هابطة وأطلس أرفع. تأبى الجبال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ما هي هذه الأمانة؟ كما ورد في الروايات والتفاسير لمدرسة أهل البيت هي ولاية محمد وآل محمد.